السلام عليكم، صباح الخير البنات. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده ومهنيين يا ربي الكريم. مرحبا بكم في قناه لا بلونش، جزائريه مقيمه بفرنسا. نرحب كاع المشتركين وكامل راهم يشاهدوا في الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله حنحضروا مع بعض حلوه اقتصاديه سهله وبنينه بزاف ويحبوها بزاف من الجزائريين، الا وهي الكروكي. اليوم ان شاء الله حنديروا كما راكم تشوفوا عجينه في الوسط بعجينه يعني بالكاكاو، يجي بنين بزاف وهايل وزكي بزاف. هذا الكروكي يعني اقتصادي، يعني المقادير تاعو موجوده في كل بيت. بلا ما نطول عليكم يا البنات، نبداو في مقادير الوصفه وطريقه التحضير مع بعض. يلا بسم الله. وهنا في الكروكي يا البنات ماني حنسحق لا ميزان لا والو، حنكيل كلش بالكيله بالكاس هذا اللي حنديرو انايا بالبيض. هذايا حنكيل به كامل المقادير الاخرى ان شاء الله. عندنا هذا الكاس هو كيله تاع البيض، انا رفد لي 3 بيضات، يعني هذا الكاس يدير 200 مليلتر. وعندنا نفس الكيله تاع السكر والكيله ناقصه شويه تاع الزيت، ولا خلطوا زيت ومارغرين كيما حبيتو. قرصه تاع الملح، شكاره تاع لافاني، شكاره تاع لا ليفور، الوزن تاعها عندي هنا 11 غرام. وعندي هنا الزست تاع حبه الليمون، مهم جدا الليمون يا البنات في هذه الوصفه خير من لافاني. هكذا يا البنات ونطمو بالفرينه ان شاء الله. هنا حبيت نقول لكم برك يا البنات ما يهمش الكاس شحال يرفد، المهم انتو الكيله اللي تكيلوا بها البيض هي اللي تكيلوا بها السكر والزيت. هذا ما كان سواء كيله صغيره ولا كيله كبيره. هنا راح ناخذ اناء نحط فيه البيض، وحطيت فيه قرصه تاع الملح، ونزيدو نحطوا فيه السكر بيان سور. انا هنايا حنضرب الباتور، نتوما الا حتضربوا بالفوي ضربوا مليح هذاك الخليط، ولا بالبعطور حتجي اسهل. وحطيت معاهم هنا شكاره تاع لافاني، حطيت البيض، السكر، قرصه تاع الملح وشكاره تاع لافاني، وحنضرب كلش بالبعطور حتى يعني الخليط تاعنا يمتزج لنا مليح. بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها يا البنات نخلطوه هنايا مليح حتى يمتزج لنا مليح الخليط. كي نشوفوا الخليط تاعنا ممتزج حنزيدوا لها لو زاس دو سيترون هذاك مبشور ليمون، ونكملوا نخلطوا مليح هكايا. كي نشوفوا الخليط ممتزج نبداو نزيدوا في الزيت. هنايا الزيت يا البنات ما نزيدوش دفعه واحده، نبقاو نزيدوا بلا عقل هكا كما راكم تشوفوا ونخلطوا حتى نكملوا كامل كميه الزيت هذيك اللي عندنا. هنا علاش يا البنات ما نزيدوش هذيك الزيت دفعه واحده؟ باش ما تخرجلناش من العجينه تاعنا والخليط اللي ضاعف حجمه ما يعاودش يولي لنا شغل الماء. هكذا يا البنات كما راكم تشوفوا، شوفوا الخليط توجور يقعد لي شغل مرغوي هكايا. ونبداو نزيدوا في الفرينه. هنا الفرينه يا البنات كنت غربلتها، ولكن كمان نعاود نغربلها مع هذيك الشكاره تاع لا ليفور باش هكا ما تخليناش يعني هذوك القولي ماشي مليح في الحلوه ديالنا. هنا في الاول يا البنات كنت بعد ما زدت الكميه الاولى تاع الفرينه غير بالعقل. هنايا والله ما على باليش شحال دات لي اكزاكتومون الفرينه يا البنات، ولكن تشوفوا مع الاخر القوام تاع العجينه كيفاش حيكون. هنايا كنت ندير بالعقل يعني ونشوف عيني هي ميزاني. هنا كنت نزيد ونخلط، شفتوا غير بالملعقه ما استعملتش كامل يدي، حتى بالعقل بدات يعني تنطم العجينه باش من بعد استعملت يدي. كما راكم تشوفوا هنا يا بنات، هنا العجينه مام تكون شويه طريه حنحي منها كما راكم تشوفوا ميم با تولت باش نديرو فيه الكاكاو. وهكذا نعاودو نورو العجينه ديك البيضه يا بنات ونزيدوا لها الفرينه باسكو هنا راهي مازالت جاريه شويه. ومع الاخر حنوري لكم القوام اللي نحصلوا عليه. هنا العجينه نتاع الكروكي يا البنات جامي تيبسوها، لو كان تيبسوها حيجيكم يابس وماشي مليح. لازم توجور هاد لي غاتو تاعنا لازم يجونا طريين كما هو، كما حلو الطابع كيف نفس الشيء. حلو السكرفاج ابي بقى حيجينا القوام كما حلو السكرفاج. وهنايا اللي نحيتو هذاك الثلث ما تشوفوا راني نزيد نطمو بالكاكاو هكذايا حتى يولي لنا تاني العجينه طريه. دوك نكملوا يا بنات حتشوفوا القوام تاع العجينتين مع بعض. وهنا بعد ما كملت طمطها شوفوا يا البنات كيفاش العجينه راهي طريه. هذه العجينه اللي درت لها الكاكاو والاولى كيف هنا واش درت، خديت العجينه الاولانيه هذيك البيضه قسمتها على 2. هنا حنزيد ندير 2 حرابش يعني فوالا، وحنحشيهم في الوسط بهذاك تاع الكاكاو. شوفوا الطريقه اللي درتها، درتو شغل حربوش كيما تاع المقروط، وحكمت حربوش رقيق بهذاك تاع الكاكاو ودرتو بهذه الطريقه راكم تشوفوا فيها موضحه في لا فيديو يا البنات. غلقت عليه مليح هكايا باش ما يعاودش يخرج لي. هنا فقط يا البنات انا كي نجي نخدمو ندير شويه باك زيت هكايا في يدي باش يسهل عليا الخدمه، ما نديرش لا فارين باش هكا ما ينشفش معايا. ومن بعد داك الحربوش حنحطوه في بلاطو. انا واش درت، هذا الحربوش الثاني يا البنات خديت بلاطو وفرشت فيه بابي كويسون وحنحط فيه دوك الحربوش يعني الكروكي تاعنا باش يطيب، باش هكا ما يسقليش كامل. نخاف نصي جامي يسقلي هكذا في المول ديالنا. كما راكم تشوفوا هكا هاي لك نفس الطريقه يا البنات كما الحربوش تاع المقروط بنفس الشيء هكذايا، ويجي الشكل تاعو بزاف شباب كما راكم تشوفوا هكا. ونروح نخدم انا في هذيك السنيوان تاع الكارانطيطه. وهنا نروحوا كل حربوش يا البنات
نسيو نبسطوه هكا شويه باليد وميم طون نسقموه هكا في الطرف باش يجينا على شكل مستطيل. حنخدموا زوج هذوك الحربوش يعني في زوج بنفس الطريقه. هنا ما نحبطوش بزاف نعبزوه حتى خلاص، نخلو شوفوا الارتفاع ديالو يعني حوالي هكا 1.5 سنتيمتر ببخي كيما راكم تشوفوا هكا موضح في لا فيديو، باش هو حيزيد ومن بعد تيك يخمرنا مع لا ليفور اللي درناها له. هكذا يا البنات من جهه واحده اخرى خديت هكا فنجان فيه يعني حبه تاع البيض، راح زدت لها هكا شويه فقط تاع الحليب، خلطتهم مع بعضهم وزدت غرفه صغيره تاع الكاكاو كيما راكم تشوفوا، نخلط كلش مع بعضه يعني مليح مليح ونبدا ندهن في هذوك لي كروكي ديالنا. هنايا البنات الكاكاو اختياري، يعني اللي ما يحبش يدير الكاكاو يدير غير البيض وشويه قهوه، مثلا تكون عندك قهوه عفوا خلطوها ودهنوا به. فوالا نحكمت انا هذوك الكروكي تاعنا دهنتو كامل هكذا بالبانسو في زوج. نتوما سيو يا البنات كي تدهنوا ما تطيحوش بزاف فوق السنيوات تاعكم ولا فوق البابي باش ما يطلق لكمش ريحه ماشي مليحه في الطياب، باسكو يتحرق يطلق ريحه بزاف ماشي مليحه. وهنا يا البنات نبدا في التزيين ديالو كل واحد كيفاش يدير. انا هنايا حكمت فرشيطه، شوفوا كاين اللي درتو هكذا ديريكت وعاودت درت له شوفوا هذوك التخربيشات هذوك بزوج جهات فوالا، والثاني شوفوا درتو غير هكا يعني تشبح هكذا، شبحتو بصفه مايله فقط ودخلتهم للفرن يكون مسخن من قبل البنات على 180 درجه. سخنته من قبل كما كنتوا فكا كوني نمسح بشويه هذاك اللي طاح لي شويه فقط ونحطو يطيب. هنا البنات الطياب ديالو كل واحد شحال يستغرق له. انا درتو 20 دقيقه ومن بعد شفتو محمر ليش مليح خليته يكمل حتى خدا لي هذاك اللون الذهبي. نتوما اللي الفوق تاعو يشعل غير من التحت يديروا من التحت يطيب، ومن بعد كي تشوفوا حمار لكم من تحت شعلوا له من الفوق. انا الفوق تاعي طيب الفوق والتحت الوغ شعلته الفوق والتحت وحبطته باغ كونطخ لتحت باش هكا ما يتحرقليش من الفوق. هكا بعد ما خرجناه من الفرن يا البنات نخلوه يبرد شويه باش نبداو نقطعوه، ما تقطعوش غير ما تخرجوه من الفوق باسكو هكا يتكسر لكم كامل. هنا بعد ما تفالي يا البنات حوالي 5 دقائق بديت نقطع. شوفوا كيفاش راني نشد فيه يا البنات، راكم تشوفوا باش هكا ما تكسرلكش هذاك الكروكي. شدوا بالطرف منه من بيديكم، تشوفوا الطريقه منه بيان، شدوا وقطعوا المرصوات، ما تقطعوهمش بزاف خشان يعني فوالا باش يجيكم الشكل ديالو شباب. هنايا اللي حبت تعاود تحمرهم تورهم وتدخلهم في الفرن يعاودوا يتحمروا لهم شويه. انايا في المنزل تاعنا نحبوهم هكايا يعني حناكلوهم كيما راهم، ما نعاودش نحمرهم في الفرن. شوفوا الشكل هكايا ونقطعوهم كامل بنفس الطريقه. نتوما ما تقطعوهش تمتم كي تخرجوه، ولكن ما تخلوش حتى يبرد باش هكا ما يتكسرش معاكم، جوست يتفا معاكم شويه قطعوه. شوفوا يعني النتيجه قدامكم يا البنات يجي رائع وبزاف بنين يا البنات، هايل سورتو مع قهوه حليب، والدراري صغار يحبوا بزاف هذا النوع تاع الكاطو. وهنا بعد ما كملت الحربوش الاول يا البنات زدت قسمت الحربوش الثاني. شوفوا يا البنات اكدوا لي كيفاش نوريكم طريقه التقسيم تاع الكروكي باش ما يتقسم لك ما يتخسر لك. راك تشوفوا ندير صباع منا وصباع منا، شغل نشد هذاك الحربوش ونقطع. فوالا هذه هي راني كملت كامل الحربوش الثاني ووجدتهم. وشوفوا يعني ما تقسمت لي حتى حبه ولا تكسرت من الفوق فقط. هذيك لا ليفي خليته تشقق وانا نحبه كيجي مشقق، يعني اللي ما يحبش يعني فوالا هذا يجي شباب. كل واحد هذا اختيار، يعني كل واحد كيفاش يحب الكروكي ديالو. شوفوا يعني الشكل ديالو هذاك اللي في الوسط العجينه يعني بالكاكاو بنينه بزاف ويجي طري يعني هايل. وهنا يا البنات الكروكي تاعنا واجد في طبق التقديم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وعجب الوصفه تاعو عجبتكم، يعني سهله مهله يوجد فيه يعني في رمشه عين، يعني ما يتعب ما والو. المقادير تاعو يعني موجوده في كل بيت، ساهل ماهل وبنين بزاف مع قهوه حليب. يعني سورتو لوليداتنا ما كلاش نشريو من الزنقه داك الكاطو تاع برا معمر بالسكر، يعني ما كاش كيما الكاطو تاع الدار. هكا مام الدراري نولفوا لهم يعني ياكلوا حاجه تاع الدار، حاجه نقيه وتخدمتيها بيدك وكيعرفوا واش ولادك واش راهم ياكلوا. ودرك ان شاء الله حنقسم معاكم هكا حبيبه باش تشوفوه يعني كيفاش جانا. هاوليك هايلك يعني حنقسم معاكم ديريكتومون حبه. جاتني شويه صعيبه سامحوا لي نصور نقسم فوالا، يعني طري ما كانش يعني هذا يدوب في قهوه حليب، يعني ما كانش خير من هذا الكاطو مع قهوه حليب. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لنا ابوني ولايك وتبارطاجيو لا فيديو باش يلحق اكبر عدد ممكن. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. يا منعاش، سلام.